ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن تاريخ نوع من اشهر انواع الكلاب في العالم، وهو البريتش بولدوج. يعتبر حاليا من افضل كلاب الاسرة في العالم بسبب شكله القصير المميز بشراديمه وصدره العريض وجسمه القصير وسلوكه الوديع واللعبي تجاه كل الناس والحيوانات التانية. ولكن البريتش بولدوج ما كانش دايما كده. لو رجعنا لأصل السلالة في العصور الوسطى المظلمة في إنجلترا، كانت بولدوج كلب أشرس من كده بكتير، وكان أضخم وشكله كان مختلف عن الموجود دلوقتي. كان بيتم استخدامه في رياضة عنيفة جدا تم منعها، وهي رياضة إنجليزية كانوا بيسابوا فيها مجموعة من الكلاب على طور هايج، والكلاب تفضل تعض فيه وتهاجمه لحد ما حد فيهم يكسب. ولكن بعد لما الرياضة دي بقت ممنوعة، الناس ما بقاش ليها غرض لتربية البولدوج، ولذلك حاولوا يخلوه كلب أسرة. ولكنه كان شرس جدا إنه يبقى كلب أسرة، وعشان كده بدأوا يهجنوا السلالة عشان يحددوا شكل وصفات معينة تصلح لإنه يبقى كلب أسرة. وعشان كده الكلب اللي موجود دلوقتي مسالم جدا، طاقته قليلة، وجيد جدا مع أطفال. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.